15 دقيقة بعد 8 صباحا عبر أمواج إذاعة الجزائر من أم البواقي، عين على المجتمع على المباشر. في ركن عين على المجتمع نحاول تسليط الضوء على ما يحدث داخل المجتمع الجزائري بصفة عامة، مجتمع ولاية أم البواقي بصفة خاصة. واليوم حديثنا إن شاء الله سوف يكون عن بعض مناطق الظل بولاية أم البواقي على غرار بلدية عين الزيتون، أين تنظم اليوم إن شاء الله وتنظم اليوم إن شاء الله القافلة الطبية بمناطق الضيع على مستوى بلدية عين الزيتون، والمنظمة من طرف الجمعية الجزائرية لحقوق الإنسان. ونسعد كثيرا بأن ينضم معنا على المباشر المكلف بالإعلام على مستوى الجمعية والمنظمة لحقوق الإنسان السيد خليفية فاتح. صباح الخير أستاذ خليفية. ألو، صباح النور. صباح الأنوار، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية إن شاء الله. الله يسلمك، الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ربي يدومها نعمة إن شاء الله. الجمعية أكيد في نشاط دؤوب ومستمر منذ بدء هذه الجائحة، جائحة كورونا التي نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء والابتلاء. تزور مناطق عديدة جدا معزولة لولاية أم البواقي، كانت لكم خرجات عديدة جدا في الأشهر الماضية، تقريبا 4 أشهر من العمل المتواصل. واليوم بحول الله تعالى سوف تكونون بمنطقة عين الزيتون بإذن الله يوم 8/7/2020. الانطلاقة إن شاء الله راح تكون مقر الدرك الوطني ببلدية عين الزيتون. أي نعم. مساهمة منا في مواجهة الوباء القاتل فيروس كورونا كوفيد-19. نعم. عن هذه القافلة الطبية خصيصا، حدثنا عن هذه القافلة، الأعضاء اللي راهم فيها، الأطباء اللي راح يمشوا فيها إن شاء الله إلى هذه المنطقة. القافلة بإذن الله راح تنطلق من مقر الدرك الوطني بعين الزيتون تحت رئاسة السيد سعيد بشير وأعضاء المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان أم البواقي. نعم. القافلة تكون بالتنسيق مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأم البواقي. تتضمن القافلة إجراء فحوصات طبية ميدانية من طرف أطباء عامون، طبيب أسنان، طبيب نفسي، قابلة توليد، مع تقديم أدوية وأجهزة قياس للسكري للمرضى المزمنين، تعقيم القرى والمداشر، توزيع الكمامات والقفازات الطبية، مطويات تحسيسية بمخاطر الوباء، وتوزيع ألبسة على العائلات المعوزة. وكذا نديروا الإنصات للانشغالات قاطني هذه المناطق وتبلغها للمسؤولين المعنيين، وهو هدف المكتب الولائي الواقع لحقوق الإنسان. جميل جدا أنه المنظمة وباقي حتى الجمعيات على مستوى ولاية أم البواقي، ذكروا أنه فيه تقريبا 58 جمعية على مستوى ولاية أم البواقي أنها تزور مثل هذه المناطق المعزولة لولاية أم البواقي، التي هي أكيد أستاذ خليفية فاتح هي في أمس الحاجة لمثل هذه المبادرات الطيبة، خاصة في ومع تزامنا وانتشار فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة هذه الأيام. انتشر بقوة خلاص، خاصة في الآونة الأخيرة انتشار رهيب جدا بولاية أم البواقي، ولهذا نسعى إلى تقديم يد المساعدة لهذه المناطق النائية. تنسيقكم راح يكون مع رجال الدرك الوطني أكيد، وكذلك كما ذكرتم الصحة الحماية المدنية وبالتنسيق مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأم البواقي. نعم. المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأم البواقي ساعدتكم في معدات طبية أم كيف كانت المساعدة؟ يعني المساعدة من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية كانت بالأطباء العتاد، وعندنا احنا أطباء في الجمعية تاعنا وممرضين طاقم طبي وشبه طبي، أعضاء من المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان مثل أم البواقي. نقدر تكون انطلاقة إن شاء الله أستاذ فاتح؟ الانطلاقة تكون في من على حوالي إن شاء الله ساعة ونصف. 9:30 كذلك حتى يكون بإذن الله يكون من مقر الدرك الوطني ببلدية عين الزيتون ونمثل جميع المشاتب التابعة لعين الزيتون. مليح. هكذا حتى قاطني بلدية عين الزيتون يكونوا على علم إن شاء الله بهذه القافلة اللي أكيد راح تمدوا لهم يد المساعدة. وكذلك الشيء المهم جدا اللي ذكرته أستاذ فاتح هو أنكم تنقلوا كذلك انشغالات هذه وهؤلاء القاطنة كل ما يحتاجونه من جانب الصحي الاجتماعي التربوي الثقافي لغير ذلك.
كل الانشغالات بغض النظر عن تقديم المساعدات الطبيه والادويه وغير ذلك، نرفع الانشغالات تاع قاطني هذه المناطق ونبلغوها المسؤولين المعنيين، وهو هدف المنظمه الجزائريه لحقوق الانسان مكتب الواقع منا لترقيه الظروف المعيشيه لقاطني هذه المناطق. جميل جدا أنه قلنا دائما هذه القوافل الطبية الصحية التحسيسية التوعوية دائما تنتقل إلى عين المكان وتقدم هذه النصائح والمساعدات الخيرية كذلك. كما قلنا منذ قليل أخ فاتح أنه الوباء في انتشار إن على مستوى عاصمة الولاية هنا بأم البواقي، كذلك بعين فكرون، وكذلك بعين البيضاء. كلمة للسكان ربما والقاطنين حتى يتقيدوا بشروط السلامة الصحية. نرجو من قاطنيها ولاية أم البواقي بصفة خاصة أنهم يتقيدوا بشروط وقاية من هذا الفيروس القاتل. الالتزام بالحجر الصحي هو أولى وكل أولى والأولى. الالتزام بالحجر الصحي وارتداء الكمامات الواقية ومع التعقيم باش يساعدوا الأطباء تاعنا اللي راهم قاعدين يعانيوا ياسر خلاص في هذه المؤسسات تاع الصحة. أكيد هي كلمة جميلة جدا، حتى إذا كان حبينا احنا نساعدوا هذا إخواننا الأطباء والممرضين وكل الطاقم الصحي والطبي، ما علينا فقط إلا الالتزام بارتداء خاصة هو سلوك بسيط يعني جدا. إذا كانت توافقني رأي أستاذ فاتح سلوك بسيط جدا. نعم. إنه يرتدي الكمامات تاعو. إحنا راح نقدموا بإذن الله مطويات تحسيسية ونقدموا عمليات تحسيسية بالميدان بعد هذا الفيروس. والأكيد أنه المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسها الحاج سعيدي بشير نوجه له تحية كبيرة جدا، ما هيش راح تقف فقط عند بلدية عين الزيتون، أكيد النشاط سيستمر إن شاء الله إلى غاية القضاء على هذه التغطية الشرقية لعاصمة الولاية، وإحنا الآن بصدد الانتقال للناحية الغربية ابتداء من عين الزيتون. بعد كي نكملوا جهة عين الزيتون كومبلي راح ننتقلوا جهة قصر الصبيحي بالريش والمناطق التابعة لها، والعملية متواصلة. نعم أستاذ فاتح، عند تنقلكم لهذه المناطق ما لقيتوش مشاكل ربما أو إشكاليات مع بعض القاطنين أو حتى مع بعض السكان الذين ربما والمواطنين الذين يقول لك باللي هذا المرض ربما ما كانش منه؟ كاينين بعض الناس اللي ما همش مصدقين باللي الامر هذا، حنا نقدموا لهم عمليات تحسيسيه ونأكدوا لهم باللي راه كاين هذا المرض هذا، ورانا قاعدين نقدموا فيه حصص توعويه على عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطر هذا الفيروس، ونقدموا لهم يسمى كل واحد والمستوى تاعو باش توصل له المعلومه الصحيحه على هذا الفيروس ويتقبلوا. كاين ناس كبيره خلاص تقبلت هذا الامر هذا. هو الإشكال عندما يكون الإنسان واعي بهذا المرض وهذا الوباء، بالتالي يمكنه أخذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة. يعطيك الصحة أستاذ فاتح خليفية. شكرا، ونشكر الإذاعة أم بواقي الجهوية على هذا التدخل ومشكورين. شكرا جزيلا لكم وربي يوفقكم إن شاء الله. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. نعم يعطيك الصحة أخ فاتح خليفية المكلف بالإعلام على مستوى المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان المكتب الولائي أم البواقي. أكيد سعي حثيث عفوا كحة خفيفة برك معلش سعي خفي إن شاء الله حثيث كما قلنا للوصول إلى مناطق الظل بولاية أم البواقي. إن شاء الله يا رب العالمين تلقى صدى لدى هذه القاطنة مناطق ظل كثيرة جدا بإقليم بلديات أم البواقي، كاين البلالة، بحير الشرقي، رحية إلى غير ذلك. وكانت زيارات ميدانية كثيرة لسيد والي ولاية أم البواقي زين الدين تبورتين وكذلك المسؤولين المحليين لهذه المناطق لمدهم ومد اليد العون لهؤلاء القاطنة، ليس في المجال الطبي والصحي فقط ولكن في مجالات عديدة جدا، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تربوية إلى غير ذلك، لأنه مناطق الظل تحتاج إلى رعاية خاصة وخاصة جدا من قبل المسؤولين المحليين، وكذلك تقع على عاتق الجمعيات والمجتمع المدني مسؤولية كبيرة جدا في الأخذ بيد إخوانهم بهذه المناطق حتى تكون هناك العدالة الاجتماعية بإذن الله تعالى إن تكاتفت جهود الجميع، كما كان يذكر الأخ فاتح خليفية المكلف بالإعلام على مستوى المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان. أكيد
به يوصلوا لهذه الفئة صح التعبير في بعض الأحيان تكون مهمشة في عديد المجالات، بتكاتف جهود الجميع. تنسيقهم اليوم، تنسيق الجمعية راح يكون مع مديرية الصحة، مع مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية كذلك. فألف تحية شكر لكل من يأخذ بيد أخيه ويقدم له يد المساعدة، حتى هكذا ننعم بالعدالة الاجتماعية إن شاء الله رب العالمين.